واخيرا يا جماعه بعد طول انتظار قعدنا نستنى قرارات مجلس اداره نادي الزمالك، او بمعنى اصح قرارات مرتضى منصور، لان مجلس اداره نادي الزمالك ملوش لازمه، هو القول الاول والاخير لمرتضى منصور، اكيد انتوا عارفين يعني. المهم ايه، اسمع بقى، قال لك بعد الماتش على طول، بعد ماتش الاهلي والزمالك، بعد ما فزنا عليهم 3-0، 3 يا جماعه، صفر الحمد لله رب العالمين. قال لك إيه، قرارات عاجلة من مرتضى منصور، نستنى يا عم كمان ساعة، نستنى، قال لك كمان ساعتين، فتقريبًا إيه اللي حواليه نصحوه، خافوا يطلع بعد الاستفزاز وهو زعلان، يطلع يقول إيه، إن لعيبته بتأنجك، بتضرب حُقن. فراح قال لك استنى اهدى شوية، وراحوا إيه، عاملين الاجتماع النهارده. المهم قعدنا إحنا بقى من الصبح بقى إيه، الناس بقى مش إحنا طبعًا، الناس مستنية القرارات العاجلة التي سيصدرها مجلس الإدارة، أو بمعنى أصح مرتضى منصور، لأن أكيد مجلس الإدارة ما لوش لازمة، يعني هو القرار الأول والأخير بإيده أصلًا. طيب، أستعرض معاكم بسرعة كده قرار من اللي هو قالهم، وكلّهم طبعًا هم محفوظين وإحنا عارفين هنقول إيه، بس برضه إيه، حُبًا كده إيه في التسلية. بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. أول واحد، أول حاجة، بُص بقى يا معلم، قال لك إن هناك كرة في مباراة الأهلي استوقفتني، الكرة مرّت من محمد عواد بغرابة، ماشي، وبعد أن كانت في اتجاهها إلى خارج المرمى، غيّرت مسارها نحو المرمى، يا سلام! يا سلام! طبعًا شغل إيه، جامايكا والسحر إيه دخّلوا في الموضوع، وعارفين يا جماعة هو قصده على أي كورة، قصده على الكورة اللي عدِّت من اللي هي كانت offside، اللي عدِّت من حمدي فتحي وراحت ناحية عواد وعدِّت من جنبه وراحت خبطت في العارضة، يعني هو مثلًا ما فكّرش مثلًا إن الكورة يمكن مثلًا بتلِف، الكورة مثلًا عاملة لولبية، أي لأ لازم هو جامايكا والسحر، وإن حد دخل إيه من الناس اللي الجِن السفلي زقّها بإيده. نفس الجو ده. طيب دي أول إيه، تصريح ليه، دي الكورة اللي استوقفته، يعني إن هو بيقول لك إن السحر داخل في الماتش. طيب، الحاجة كمان اللي هو قالها، قال لك إيه، إن الأهلي ما فازش علينا كورة، إن الأهلي فاز عليهم بالسحر اللي عامله محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ، إن هو يا جماعة مثلًا يتعظ والّا يفوق والّا يعرف إن اللي هو بيقوله ده هو السبب في هزيمته، لأ عادي، هو زي ما هو مكمّل في طريقه زي الفل والدنيا ماشية تمام. وعلى فكرة إحنا كأهلاوية المفروض نبقى فرحانين ومبسوطين بالموضوع ده جدًا، طول ما هو شايفنا كده والناس اللي بتتبعه شايفين سحر وجامايكا زي ما كانوا بيتكلموا علينا قبل الماتش، فتمام، يعني قال لك إن الأهلي ما لعبش وإن الأهلي فاز مش كورة، الأهلي فاز بالسحر وسيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب. وبيقول إن إحنا كنا لحد الدقيقة 60 ماسكين كورة وبتاع. طب تعالَ لي هنا يا حبيب قلبي، تعالَ بس كده تعالَ كده بالحب. كورة إيه اللي أنت لعبتها؟ يا راجل ده، طب تعالَ واحدة واحدة كده، ده الجول الأول حسين الشحات رفعها، حمدي فتحي جوّه ال6 ياردة، جوّه ال6 ياردة قعد على صدره وراح ولاعبها باص تمريرة بدماغه راحت لكهربا، كهربا راشقها جول. ده إحنا بنعمل يا حبي 1، 2 جوّه ال6 ياردة، دي حاجة. الجول التاني، الجول التاني تعالَ لي برضه حبيب قلبي، أذى جِفت من المدافع بتاعك، ردِّت من حمدي راحت للمدافع، راحت لحمدي تاني، راحت لشريف، شريف حطّها ما يستفيش. طيب الجون التالت، تعالَ أنت بتقول ما بنلعبش، الجون التالت تعالَ الجون التالت حمدي فتحي ادّى كوبري لمحمد عبد الغني، يا نهار أبيض! يا جماعة عبد الغني ده ما عندوش بُنية تحتية. ما فيش بُنية تحتية، الكورة عدِّت عادي كده، كوبري يا حبيبي، جوّه ال6 ياردة. وراح مدّيها لمعلول، معلول لشريف وتراك حطّها في الجول. شريف باقي له سَنة ما جابش جوال يا معلم. عارف ليه يا حبيبي تألّق في ماتش الزمالك؟ عشان إحنا بنحب الماتشات دي يا حبيبي، إحنا بنحب نلعب الماتشات دي. يعني سَنة ما جابش جوال، جه حَط فيكم، عشان إحنا بنحب نجيب فيكم جوال إحنا، إحنا بنحب نظهر قدّامكم يا حبيب قلبي، بس عشان نعرّفكم أنتم مين، ما ترجعش تقول إن إحنا ما فيش كورة، أنا ما شُفتكش غير بكورتين، كورة دونجا اللي صدّها الشناوي، وكورة إمام عاشور اللي طلعت برّه، شُفتك إمتى تاني أنا بقى؟ ما شُفتكش، فما ترجعش تقول إن إحنا إيه، الأهلي ما فازش علينا الكورة، لا يا حبيب قلبي إحنا كنا ماشيينكم شوربة في الماتش، يعني كنا بنعمل بيكم البتاع، إيه يا حُبّي، خلّي الكلام منطقي. طيب يسكت على كده؟ لأ طبعًا، تعالوا التصريح اللي بعد كده، قال لك إيه بقى، قال لك إن فيريرا من أفضل مدربي العالم، يا سلام! وطبعًا إيه، قال لك إيه، إن الأهلي لم يفز على الزمالك كرة ورياضة ولكن سحر زي ما إحنا قُلنا، وقال لك إن إحنا فيريرا خدنا قرار 9
يعني 9 في مجلس الإدارة خدوا قرار وواحد بس اللي كان إيه، قرار مختلف. يعني في 9 خدوا في مجلس الإدارة قرار وواحد بس اللي خد قرار إيه، مختلف. طبعًا أنا أشُك في الموضوع ده، هو القرار اتاخد مرتضى واخده من امبارح بس هو كده جامعهم إيه، بالحب يعني عشان إيه، قدّام الناس كshow يعني. وأنتم أكيد عارفين اللي أنا باقوله ده صح يعني. أدى إيه، القرار اللي هو قال لك إحنا خدنا القرار بس هنصدره إمتى، بعد ماتش فاركو. هم قدّامهم إيه، قدّامهم هو قال قدّامنا غزل المحلة وفيوتشر وبعد كده فاركو. قرار فيريرا اتاخد فهنصدره بعد إيه، ماتش فاركو. المفروض إن ده اجتماع مجلس إدارة بالحب طبعًا، أنتم عارفين إن القرار اتاخد من زمان. طيب، دي حاجة. يسكت على حد كده؟ لأ، أنا بقى رُحت مجمّع لكم بقى إيه، حوارات بقى إيه ده، كهربا ده عمل معاه حوار لوحده. قال لك كهربا مش هيشارك مرّة تانية قدّام الزمالك، يعني مش هيلعب تاني قدّام الزمالك. طبعًا إحنا كل ده في الفيشك ليه؟ لإن أنت قُلت مش هيشارك في الماتش ده وشارك عادي جدًا وجاب فيك جول أهوّة. فإحنا إيه، كده أنت بتقول الهري ده، والناس الهزازين الرؤوس بتوعك طلعوا قالوا إن هو مش هيشارك في ماتش سموحة وشارك عادي جدًا، والراجل رايح معانا كأس العالم للأندية والدنيا جميلة جدًا. ده أول حاجة بكهربا اللي واجعهم جدًا، وأكتر حاجة واجعاهم في الحوار كهربا على فكرة كهربا يعني تعبهم. طيب دي حاجة تانية. قال لك إيه تاني بقى؟ قال لك إن إحنا قدّمنا مذكرة بالفيديو ضد كهربا عشان تطاول على الزمالك. قال كده، لاعب مش متربي ولا رئيس ناديه متربي. شُفتوا بيقول إيه؟ وكنت أنتظر أن يكون هناك قرار داخلي من الأهلي يرفض ما قام به كهربا. يا سلام! يعني هو اتقدم لرابطة الأندية بشكوى إن هم عشان يحاسبوا كهربا بالفيديو، وهاقول لكم على قصده على أي فيديو. طب بنفس المنطق يا معلم، المفروض مجلس إدارة الزمالك برضه أنت عندك يتقدم بطلب إلى رابطة الأندية عشان أو يعاقبك أنت كرئيس مجلس عشان أنت برضه قاعد بتغلط وبتشتم كل يوم يا حبيبي. كل يوم إيه، ده كل ثانية، كل نفس، كل دقيقة، كل غمضة عين بتقعد تغلط وتشتم. مش بقى في النادي في كل الناس، في كل الناس اللي بُص خلقهم ربنا. أي حد بيقول لك لأ أنت بتشتمه. فالمفروض برضه الزمالك يعاقبك زي ما أنت بتطلب من الأهلي يعاقب كهربا، الزمالك يعاقبك أنت كمان. دي حاجة. طيب، قال إيه بقى، قال قصده إيه بقى على الحوار. قال لك البيه كهربا امبارح بيقول لجمهور الزمالك أوف مش عارف إيه، كده كهربا حطّه صح. هو إيه ده اللي حطّه صح يا سافل يا قليل الأدب؟ إيه يا مرتضى؟ قصده على الكورة، إنه حَط الكورة صح، حَط الجول صح يا مرتضى. إيه المشكلة؟ هو أنت ليه نيّتك وحشة يا حبيبي؟ أنت عشان نيّتك وحشة وبتشتم الناس دايمًا بألفاظ وحشة، فأنت نيّتك بتروح للسوء. هو قصده على الكورة. وادّوني يا جماعة برضه آرائكم في الcomments، هو كمان قصده على الكورة يا جماعة في إيه؟ الجمهور بيقول أوف كهربا حطّه صح، اللي هو الجول يعني حَط الجول صح. إيه المشكلة؟ بس طب ما أقول لك حاجة، طب ما المفروض برضه كهربا يقدّم فيكم، ده أنتم بتشتموه يوم. أنت شاتمه، هو أنت قايل عليه سافل اللي هو قليل الأدب. طب ما أنت شاتمه أهو. وهو شيكابالا يعني لمّا بيروح يشتم جمهور الأهلي ويا ولاد يا ولاد، والّا أنت نسيت؟ ما شفناش حد اتعاقب يعني بيشتم مع الجمهور بتاعه يعني. شيكابالا امبارح نازل راح لجمهور الأهلي يسخّن في المنطقة بتاعة الأهلي عشان يستفز جمهور الأهلي. ما سمعناكش اتكلمت ولا فتحت بُقّك ليه يعني؟ هو الراجل قال إيه؟ أنت اللي نيتك وحشة، هو قصده حط الكورة صح. بس هي دي بمنتهى البساطة. آدي يا جماعة كان ملخص تصريحات مرتضى منصور. أهلاوي أنا مبسوط إن هم بيقولوا كده. يا جماعة طول ما هم كده اعرف إن أنت توب، أنت توب، أنت حارقهم، أنت واجعهم. يا مرتضى ما اتكلمتش ليه إن إحنا بنلعب ناقصين فرقة. إحنا ناقصين فرقة يابا، ناقصين 12 لاعب والّا 11 لاعب، فرقة يا حبيب القلب. ده كل الزملكاوية اللي بيفهموا كورة قال لك إذا ما فزتش على الأهلي دلوقتي هتفوز عليه إمتى؟ اصحى حبيب القلب، اصحى بالشفا. القرارات والكلام اللي اتقال ده كله بيدلنا على حاجة واحدة، إن فوزنا امبارح عمل لهم حرقان غير طبيعي. والأكتر والأحلى والأجمل كوكو، كهربا اللي جاب جول. والأحلى شيري سنة ما جابش جوال، جونين في ماتش واحد. بالشفا حبايب قلبي، بالشفا.